بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا أحلى حبايب وأحلى متابعين وأحلى اخوات. طبعا والله العظيم يمين اتحاسب عليه. أنا اليومين اللي فاتوا مش قادرة اقول لكم، انا حزينة 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 لدرجة ان انا قلبي مكسور كسرة مفيش بعدها، علشان خاطر الام اللي فقدت 6 شباب في قرية او حادث على طريق الدواويس بالقصاصين محافظة الاسكندرية. 6 شباب، البيت اصبح فاضي، هيسكنوا بقى العناكب والغربان. يا حسرة قلب ام، يا وجع قلب اب. حزينة انا عشان فقدت ابني واحد، ليا ابن واحد، ابني هو ابني الوحيد بس ربنا معوضني ب3 بنات تاني غيره، مصبريني على العيشة، مبردين قلبي. في حد بيقول لي يا ماما لسه فيا روح علشانهم، لكن دي يا قلبي يا كسرة قلب ابوهم، يا كسرة ظهر ابوهم، يا حزن امهم عليهم. 6 شباب في عمر الزهور، اللي ثانوية عامة واللي جامعة واللي يعني انا مش لاقية كلام اقوله. طبعا الحادث ده حادث على طريق الدواويس بالقصاصين في محافظة الإسماعيلية. هو تصادم مروري مروع. وقع امتى؟ الحادثة كانت يوم 11 أغسطس والنهاردة 14، بين سيارتين ربع نقل محملين بعمال اليومية. وفي اليوم ده اتوفى 18 شخص، منهم 6 من بيت واحد، وكل بيت ميت فيه على الأقل واحد. يعني 18 دول متوزعين منهم 6، يعني فيه 12 أسرة تاني أو 10 أسر تاني غير الأم دي، اللي ميت عنده 2 واللي ميت 1 وهكذا، وإصابة 30 آخرين. سبب التصادم إيه؟ الناس بتقول إيه؟ كشفت تحقيقات النيابة العامة أن انفجار الإطار الخلفي الأيمن لإحدى المركبتين أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحرافها عن الاتجاه المعاكس لتصطدم مباشرة بسيارة أخرى. طبعا طبيعة الضحايا هم عمال ومزارعون، بينهم أطفال. بص الحزن، الدولة وصلتنا لدرجة إن ما بينهم أطفال خارجين يشتغلوا من 9 ل 14 سنة، وكان طريقهم للعمل بمزارع بالإسماعيلية بحثا عن كسب العيش. تعالوا اقول لكم، شوفوا دول رايحين فين عشان خاطر 100 جنيه، وناس في الساحل الشمالي والساحل الشرير بيشتروا ازازة المية ب200 جنيه و300 جنيه، وبيصرفوا 100,000 جنيه في اليوم. شوف ده رايح يجيب 100 جنيه وده بيصرف 100,000 جنيه. طبعا الإسماعيلية زي مزارع شاريينها بقى رجال أعمال والناس دي، فبيجيبوا الغلابة دول، الشعب المصري اللي مش لاقي ياكل، علشان خاطر يروح يزرع ويقلع في أراضيهم ويعمر لهم الأرض وهم ياكلوا خيرها. ينتمي الضحايا المتوفون إلى محافظة الشرقية المجاورة، حيث توفى 12 شاب من قرية وادي الملاك بمركز أبو حماد، و6 شباب و6 شبان من قرية بحر البقر. انتوا فاكرين يا جماعة الحادثة بتاعت بحر البقر زمان؟ البنت بتقول انا جاية من بحر البقر عندها 10 سنين. زي ما قلتلكوا في الاول، وفاة 6 اشقاء، 6. انا مش لاقيه كلام اقوله. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لرجل يبكي بحرقة امام المستشفى
مرددا أولاد الستة راحوا. وقد نفى محافظ الشرقية رسميا وفاة الست أشقاء من عائلة واحدة، وأوضح أن الشخص الظاهر في الفيديو كان يبكي حزنا على 6 شباب من قريته وأقاربه المقربين الذين كان يعتبرهم في مقام أبنائه. شهدت الوفيات وجود شقيقين 2 من أسرتين مختلفتين بوادي الملاك. دفعت هيئة الإسعاف ب 32 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث، نقلت الجثامين والمصابين إلى المستشفى القصاصين التخصصي والمجمع الطبي بالإسماعيلية ومستشفيات أبو خليفة والتل الكبير. أمرت النيابة بندب مهندس فني لفحص المركبتين وأخذ عينات دم من السائقين لبيان مدى تعاطي المواد المخدرة، وصرحت بدفن الجثامين. وجه رئيس الجمهورية بسرعة رعاية المصابين ودعم أسر الضحايا، وبناء عليه قررت وزارة التضامن الاجتماعي مضاعفة التعويضات المالية المقررة لأهالي المتوفين والمصابين بشكل فوري. ايه اللي هيعوض؟ فلوس ايه اللي هتعوض الأمهات؟ أنا عايزة أفهم بقى. كل واحد كان خارج، العيال دي بتبقى راس مال يا جماعة. أنا بستثمر في ولادي، أنا ما عنديش أرض، ما عنديش وديعة في البنك، استثماري في أولادي دول. فإن ابني يطلع أو بنتي تطلع تشتغل عشان تساعدني في المصروف، لأن الدولة نفسها ما عادتش يعني زي ما انتوا عارفين بقى، الاسعار كل يوم والتاني، مفيش علاج، مفيش اكل، مفيش لحمه، مفيش فراخ، مفيش. فطبعا الاطفال والولاد الصغيرين والشباب دول بيطلعوا في فتره الاجازه عشان يطلعوا يجيبوا مصاريفهم الجامعيه والدراسيه وفلوس الكتب واللبس والمدارس. مش زي ناس طالعه ترفيه بتقضي ال3-4 شهور بتوع الصيف في الساحل الشرير، يحضروا حفلة لعمرو دياب، يحضروا حفلة لأحمد سعد، يحضروا حفلة الأنغام، يحضروا حفلة الحمائي، يحضروا حفلة لشيرين، وهكذا. دول طالعين، احنا في سكة وهم في سكة تانية خالص. الشعب المصري في حتة والناس دي في حتة تانية. هو ده الفرق بين مصر وإيجيبت، فرق شاسع. مصر رايحين يجيبوا 100 جنيه، طالع مشتغل من بلد لبلد عشان خاطر 100 جنيه. إيجيبت بقى رايح عشان يصرف 100,000 جنيه، وهي حادثة. وطالع علينا تامر أمين يقول لك ده الطرق بقت في أحسن أحوالها. نسي ال 18 بنت اللي توفوا السنة اللي فاتت برضو كانوا رايحين عشان يقطفوا العنب أو بيشتغلوا في جمع العنب. 18 بنت السنة اللي فاتت برضو في الصيف في الأجازة قبل المدارس. وبرضو بنات في عمر الزهور، شباب اللي في الجامعة واللي في الكلية واللي مخطوبة واللي متجوزة واللي في تانية إعدادي واللي في تالتة إعدادي واللي في ثانوية. 18 بنت، نفس ال 18 شاب هم، زي ما يكون مكتوب علينا كل سنة يروح مننا 18 روح. وتامر أمين طالع يقول الطرق كويسة والطرق جميلة والطرق مش عارفة ايه، ونفى خالص برأ كامل الوزير. ادي يا جماعة الإعلام والإعلاميين عايزين مننا ايه؟ احنا مش فاهمين. هو انت يا أستاذ تامر أمين عندك بنت أو ولد طلعتهم يشتغلوا عشان يجيبوا لحضرتك 100 جنيه؟ انت بتطلع ابنك وبنتك الساحل الشمالي يصرفوا 100,000 جنيه. دلوقتي الحكومة كويسة، دلوقتي كامل الوزير كويس، طرق ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. من ضمن الحوادث يا جماعة النهاردة برضو اللي احنا شفناها امبارح، برضو صحينا على كابوس من الحوادث. مول أربيلا بلازا، الناس بتعرفه اسمه بيلا بلازا، بس هو اسمه الأصلي أربيلا بلازا
في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة يوم الخميس اللي هو امبارح 13 أغسطس. مات 3 أشخاص وإصابة 17. عايزين نعرف بقى السبب الحقيقي للانفجار أو الحوادث اللي بتحصل لنا دي. كشفت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية إن الحادث نتج عن انفجار اسطوانة غاز اللي هو غاز الهيليوم ده المخلوط داخل أحد محلات الهدايا، مما أدى إلى اندلاع حريق وتحطم أجزاء من الواجهة الزجاجية للمول. وطبعا الحادث دوت مات 3، ناس بتقول حالة وفاة واحدة وناس بتقول 3، وإصابة 17 تاني. تداولت بعض الصفحات والتقارير الأولية أنباء عن سقوط مصعد أو أسانسير داخل المول، إلا أن التحقيقات الرسمية والجهات الأمنية نفت صحة رواية سقوط المصعد تماما، وأكدت أن صوت الانفجار ناتج عن الأسطوانة. يعني هم قالوا إن الانفجار جه نتيجة سقوط مصعد، لا، الانفجار جه نتيجة انفجار أحد اسطوانات الغاز داخل محل هدايا. دفعت وزارة الصحة المصرية ب8 سيارات إسعاف فور وقوع الحادث، حيث تم نقل 11 مصاب إلى مستشفى القاهرة الجديدة التخصصي و6 مصابين آخرين إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج العاجل. طبعا تتابع النيابة المصرية حاليا استكمال التحقيقات في موقع الحادث للوقوف على الملابسات النهائية وتحديد المسؤوليات الجنائية. كتر الحوادث دي أنا مش عارفة أقول إيه، يعني حادثتين 2 في 3 أيام، واحدة يوم 11 واحدة يوم 13. والسنة اللي فاتت في نفس الميعاد كانت حادثة 18 بنت. الإهمال اللي احنا فيه وكل يعني عايزة أقول غضب من ربنا سبحانه وتعالى علينا. يعني مش لاقيه كلام اقوله بصراحه، انا مش عارفه اتكلم حاليا لان موضوع قريه الدواويس ده كان مضايقني جدا جدا. فانا كل ما اشوف منظر الست شباب وابوهم وامهم وهم محطوطين 6 صناديق كده، انا اعصابي بتتعب بصراحه. تعالوا بقى انا هتكلم كده تلقائي. عندنا الإعلامي والشهير، أنا مش هقوله اسم دلوقتي بس انتوا هتعرفوه، يعني طالع على صدى البلد بيتحفنا باقتراحاته وأقاويله، وعايزة أقوله خلي مقترحاتك دي لنفسك وخلي كلامك ده لنفسك. طالع بيقول إيه بقى؟ ديون مصر، طبعا الدين الخارجي بتاع مصر وصل 165 مليار دولار. الدين الخارجي بتاعنا من 2013 او 2014 للنهارده بقى ديوننا لصندوق النقد الدولي 165 مليار دولار. فطلع اقترح علينا الاعلامي الشهير بقى بيقول لنا ايه؟ ان ال 165 مليار دول لو توزعوا على الشعب المصري، والشعب المصري شعب أصيل وشعب محترم بيحب بلده وبيحب وطنه، لو توزعوا على الشعب المصري كله بأكمله كل واحد هينوبه 100,000 جنيه. يعني أنا وجوزي وبناتي الاتنين هندفع في الدين الخارجي لمصر 400,000 جنيه. ده ايه؟ ده رأي وكلام ومقترحات الإعلامي الكبير اللي ما يتقالش عليه إعلامي أصلا، أحمد موسى. يا أستاذ أحمد موسى، أنت لما حضرتك فكرت التفكير ده وخرجت علينا على الشاشة الكبيرة بتاعت صدى البلد وخليت المصريين كلهم يسمعوك وبيتفرجوا عليك وفي ناس كتير متابعاك، حضرتك أنا بقبض زيك ولا انت بتقبض زيي؟ لو انت بتقبض زيي انا هدفع زيك، لو انا بقبض زيك انا هدفع زيك.
انتوا عايزين تساووا الناس اللي بتقبض بالملايين والمليارات للناس اللي بتسف تراب. انا واحده بسف تراب، انا واحده بستلف من يوم واحد في الشهر. سيب المصريين في حالهم يا سيادة الاعلامي، يا احمد يا موسى. مالكش دعوه بالمصريين، مالكش دعوه بالشعب المصري. الشعب المصري طفحه من ساسه لراسه. الشعب المصري شرب المر من كعانه. كفايه كفايه علينا مرار. انتوا الاعلام المطبلاتي، انتوا بتطلعوا تطبلوا وبتاخدوا ملايين. احنا بنطلع احنا وعيالنا بنموت وبنتهرس على الطرق الصحراويه علشان خاطر نجيب 100 جنيه. انا بنتي تدفع زي بنتك؟ انا هدفع زي المدام بتاعتك؟ جوزي هيدفع زيك؟ ليه؟ هو انا جوزي في السنه مرتبه فوق 80 مليون جنيه؟ 80 مليون. وعمرو اديب 89 و90 و100 مليون في السنه. وتامر امين بقى، وحط جنبهم محمود سعد ومصطفى بكري وكل الاعلاميين اللي على الساحه دول اللي بيتكلموا، وتامر امين وما شابه ذلك. انت عايز توزع الدين الخارجي لمصر على المصريين. ليه؟ لان انت عارف ان المصريين جدعان. المصريين جدعان وهيسدوا، بس منين؟ ما انت اديني عشان اسد. انا مديونه، ده انا وجوزي مديونين ب500,000 جنيه للبنوك. تخيلوا بقى، يروحوا ياخدوا من الخشن اللي واخد 40 مليار جنيه من البنوك، مش عارفه مين تاني اللي هو خاله ده واخد 11 مليار من البنوك. انت ادفع، انت وعمرو اديب ومصطفى بكري وكل اللي موجودين، كل المليارديرات اللي في مصر، خد منهم. لو كل واحد دفع له 50 مليون جنيه ولا 50 مليار. مصطفى بكري اللي عنده مليارات، انت يا احمد يا موسى اللي عندك مليارات، يلي يوم ما تعبت طلعت على المانيا. يوم ما تعبت وجالك شويه تعب طلعت على المانيا. انا يوم ما اتعب هروح اتعالج في المانيا؟ ده انا مش لاقيه العلاج في التامين الصحي. فيا ريتك مالكش دعوه بالمصريين، ابعد عن المصريين خالص. المصريين لا لاقيين ياكلوا، ولا يدفعوا ايجار، ولا لاقيين يدفعوا كهرباء، ولا لاقيين يدفعوا غاز، ولا لاقيين يدفعوا ميه، ولا لاقيين يجيبوا علاج، ولا لاقيين يعلموا عيالهم، ولا لاقيين اي حاجه في اي حاجه. انا ادفع 100,000 جنيه ليه؟ بتاع ايه؟ هو انتوا تاخدوا الديون او تاخدوا القروض وتاخدوا الفلوس توزعوها على نفسكم، وفي الاخر تقول الشعب المصري جدع؟ الشعب المصري يسد؟ الشعب المصري بيقف جنب بلده وقت الازمه؟ طب وانتوا ما وقفتوش جنبنا ليه؟ ما تدونا طيب عشان نقدر نسد الدين اللي بره. ما انت لو تديني مرتب اقدر اعيش بيه، هقدر اوفر لك كل شهر 1000 جنيه للدين الخارجي اللي بره. لكن انا بسف تراب اهو، انا بكح تراب من الارض. تيجي تقول لي الشعب المصري لو ديون مصر اتوزعت على المصريين كل واحد ينوبه 100,000 جنيه؟ ده انا بيتي ما فيهوش 20 جنيه. انا بكره ولا بعده رايحه الشغل، انا مش عارفه اروح الشغل ازاي. وزي كتير. ابعد عن المصريين، خليكوا في حالكم. وزعوا انتوا المليارديرات بتوع البلد، رجال الاعمال بتوع البلد. انا اتكلمت وقلت الكلام ده قبل كده. بدل ما الامارات نازله شراء في كل حاجه عندنا، البنوك والسواحل ومش عارفه ايه وايه وايه وايه، المليارديرات دول يشتروا ويحسنوا وضع البلد ويسد الدون الخارجي. زي مش عارفه اسمه ايه، يوسف ده اللي كان يوسف الحسيني اللي طالع برضو بيتكلم، واللي كان بيقول لو بنتي اشتغلت رقاصه انا مش هقف في طريقها. ما لازم بنتك تشتغل رقاصه، لان انت اصلا طالع رقاصه في الاعلام. انت طالع على الشاشه كده عشان ترقص بس. اللي بيقول لك الصين كانت بتاكل كانت دوله فقيره
وكانوا بياكلوا الخفافيش وكانوا بياكلوا العناكب. لا، ما كانوش بيحبوا اكل العناكب ولا الخفافيش، لكن من كتر فقرهم بقوا بياكلوا العناكب وياكلوا الخفافيش. هو حضرتك بتدعي لايه يا استاذ يوسف الحسيني اللي بتاخد في الحلقه بتاعتك 200 و 300 الف جنيه، بتطلع علينا ساعه ولا نص ساعه على الشاشه بتاخد 300 400 الف؟ بتدعي المصريين ليه؟ ياكلوا العناكب وياكلوا الخفافيش وناكل الكلاب بقى وناكل الحمير بقى. يبقى معنى كده ان مديريه الامن لما بتضبط حمير ميته ولا حمار مش عارفه ايه وكلاب، لا ناكل بقى الكلاب وناكل الخفافيش وناكل العناكب عشان خاطر سيادتك تنهب من ورانا ونفضل فقراء برضو. هي الصين كانت فقيره؟ انا معرفش، انا من يوم ما وعيت على الدنيا وانا اعرف ان الصين المنتجات بتاعتها مغرقه الدنيا كلها. ناس عندها ضمير، ناس بتشتغل، ناس حابه البلد. وبيقول ايه كمان؟ ان الحاكم بتاعهم ليه مساوئ كتير، يعني بيبرر برضو مساوئ الحكومه والحكام عندنا، ان الحكام بتاعهم كانوا وحشين ورغم كده نهضوا بالبلد وبقت الصين دلوقتي دولة عظيمة وواقفة على رجلها. انت بتدعي المصريين لإيه؟ عشان ياكلوا بقى لحم الكلاب؟ المسلمين، احنا مسلمين. شوف حضرتك بتقول لنا ايه؟ كلوا العناكب وكلوا الخفافيش وكلوا لحم الكلاب بقى ولحم الحمير، وده محرم عندنا في الشريعة الإسلامية. هو انتوا ايه؟ هو انتوا يهود واحنا ما نعرفش؟ انا نفسي افهم يعني. كل الاعلاميين اللي بيوجهوا الكلام للشعب المصري، ما بتشوفش حضرتك لما بتروح تتعزم او بتعزم نفسك عند صبحي كابر زي عمرو اديب لما جه قبل كده بيقول للمصريين اربطوا الحزام، ومن ورا الكواليس عمرو اديب عامل وليمه تكفي شعب مصر بحاله، تكفي حي زي حي الشرابيه. كل واحد فيكم راكب عربية تتعدى وتتخطى 10 مليون جنيه. ما تربطوا انتوا الحزام. انتوا بتدعونا احنا اللي مش لاقيين ناكل، اللي بنسف تراب، اللي مديونين لطوب الارض، احنا نربط الحزام؟ انتوا اللي تربطوا الحزام، انتوا اللي واكلينها ولعه، انتوا اللي كلتوا خير البلد، انتوا اللي سلفتوا خير البلد. ابعد عننا وحياة ابوك. واحد عايز تشتغل بنته رقاصة، لو بنته اشتغلت رقاصة مش هيقف في طريقها، مستنيين منه ايه؟ يوسف الحسيني، واجهة الإعلام في مصر. تعالوا عندنا بقى مصيبة أكبر وأكبر، لأن الفيديو ده كله مصايب. الفيديو ده كله مصايب. انت عارفة أنا بصور لكم الفيديو ده الساعة كام؟ الساعة 12 بالليل. وزير الصحة بقى واللي عامله في التأمين واللي عامله في العلاج، وزير الصحة بيقول ان هو مش هيستورد انسولين تاني. اللي عاوز انسولين من في التأمين الصحي يشتريه على حسابه. ليه بقى؟ وجهة نظر برضو. ليه بقى يا وزير الصحة؟ قال ان شراء الانسولين بيهدر العملة الصعبة للبلد. وحضرتك لما بتخصم مني من مرتبي كل شهر 2000 جنيه حصة التأمين الصحي، أنا بتخصم من مرتبي 2000 جنيه. هم قالوا الحد الأدنى للأجور 8000 جنيه، اتطبق علينا حاشا لله، الدولة عاملة واجبها 24 قيراط. بس تعالى شوفي بقى الخصومات اللي بتتخصم مني. عجز وشيخوخة، تأمين صحي، صندوق ما أنا عارفة إيه وصندوق إيه وصندوق إيه وصندوق، 10 صناديق بيتخصموا مننا في البداية. بجيب مفردات المرتب الخصومات 2000 جنيه، انا باخد 6000 جنيه وانا درجه ثالثه وتعيينات 2016 وغبت 12 سنه او 13 سنه عقد على ما اتعينت. لما انت دلوقتي بعد ما تاخد قلب الموظف او قلب صاحب المعاش كده تعصره عصر، ويجي لما يقع ويحتاج انسولين ويحتاج دواء تقول له لا روح اشتري على حسابك، في حين ان مصر موديه لبنان الشقيقه
الشقيقة لبنان من 2024 من 2024 للنهاردة قيمة 100 يعني 1100 طن أدوية. دي من ضمن المساعدات الإنسانية لدولة لبنان الشقيقة. 1100 طن أدوية من 2024 ل 2026 لحد ما بكلمكم النهارده دلوقتي. 1100 طن في الحتة دي. في الوقت ده وزير الصحة طالع يقول لنا أنا مش هديكوا أنسولين، اللي عايز دواء مستورد يجيبه على حسابه. طيب يا جماعة، طب وبعدين يعني انتوا هو انا مش فاهمة ايه الحكمة ان انتوا بتبدوا الغريب على اهل البلد. يعني هي البيت بيت ابونا والغرب يستفيدوا بخيرنا؟ يعني الفلوس فلوسنا والادويه اللي انتوا بتتبرعوا بيها دي من دم الموظف ومن دم الموظفين ومن دم التامين الصحي، تروح تتبرع بيها لبره وللدول الخارجيه بره، ومساعدات لفلسطين وغيره 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 ولبنان وليبيا ومن عارفه فين، وعمال تلف حوالين نفسك وتتبرع، والسودانيين وهكذا، وولاد بلدك وعواجيز بلدك ومعاشات بلدك جعانه ومش لاقيين علاج. وفي الاخر تقول لي ان الانسولين والدواء المستورد بيهدر العمله الصعبه للبلد. ما حقي، هو حق الغريب حلو تتبرع بيه وببلاش، وتيجي على حق انا وتقول لي بيهدر العمله الصعبه؟ هو حضرتك يا وزير الصحه بتاخد برشام صنع في مصر؟ ده انت ما بتاخدش برشام صنع في مصر. انتوا الواحد فيكم لما بيقع يا وزير الصحه، لما بنتك جت تولد طلعت بره وديتها تولد في المانيا، يعني ما ولدتش عندنا. انت بتطالب بقى هنا اللي اشمعنى تقول اللي عاوز انسولين يجيب على حسابه، اللي عاوز دواء مستورد يجيب على حسابه؟ ليه اشمعنى وانت مسفر بنتك على حساب الدوله؟ هل انت مالكش امتيازات انت وعيلتك؟ ان كان من سكن ببلاش وعلاج ببلاش وتعليم ببلاش، ما انت وزير. لكن الغلابه اللي بيسفوا تراب يجيبوا على حسابهم. في وقت من الاوقات وزير الكهرباء لما غلى الكهرباء اللي 12% على المصريين، يعني ساب او اتنازل عن حصة ليبيا بمش عارفة كم مليون جنيه. بص بس يا جماعة، عشان خاطر بس انا بحب اجيب المعلومة كاملة. هل تعلم انه في اليوم الذي اعلن فيه النظام الحاكم انه رفع سعر الكهرباء على الشعب المصري 12% لكي يوفر 100 مليار جنيه؟ طبعا هو رفع علينا سعر الكهرباء عشان يوفر 100 مليار جنيه. قام بإعفاء، بصوا بقى اللي مخلي الناس بقت في حالة غضب، وربنا يسترها والله على البلد دي. قام بإعفاء ديون ليبيا من تصدير الكهرباء بقيمة قد ايه بقى؟ 90 مليون دولار. اضربوا انتوا بقى. غلى الكهرباء على المصريين 12% عشان يوفر 100 مليون دولار جنيه. وفي الوقت ذاته اعفى دولة ليبيا من ديون لمصر. يعني احنا لينا عند ليبيا ديون بقيمة 90 مليون دولار، يعني ب 450 جنيه مصري. طب ما تجيب الديون اللي بره، ولا هو انك انت تراضي اللي بره حلو، والشعب المصري ده شعب ابن 60 في 70؟ هو ايه؟ هما الجماعه اللي ماسكين الدوله دول، هو احنا قتلنا ابوكوا؟ هو احنا اهلنا اجدادكوا؟ انا عن نفسي افهم، يعني هو احنا فيه طار ما بيننا وما بينكوا؟ هو انتوا بقى احنا دلوقتي عايشين في زمن البشوات الساده والعبيد؟ يعني احنا عبيد؟ انتوا بتتعاملوا معانا كده ازاي؟ قام بإعفاء تاني اهو، قام بإعفاء ديون ليبيا من تصدير الكهرباء ب 90 مليون دولار.
اي ب 450 جنيه مصري. يعني عايزه اقول النظام المصري المتمثل في الرئيس ورئيس الوزراء، لماذا كل هذا التناقض في قراراتكم المنحازه دائما نحو الغريب والمجحفه لدرجه العداء او استعمال منصب الحاكم في صوره سياديه لهذه الدرجه؟ هل لكم ثأر مع الشعب المصري بأنه أهانكم أو أهان أجدادكم من قبل؟ هل أنتم مصريين أم مجنسين؟ جعلتم حياتنا جحيم بالملايين المحتلين، وفرطتم في أصول البلد من أراضي وشواطئ ومباني وشركات ومصانع لوكلاء الكيان، حتى المؤسسة العسكرية أنشأتم فيها جامعة وأطلقتم عليها اسم الكيان. أصبحت هواية أن تقوموا بزيادة الأسعار في كل شيء مرات عديدة خلال السنة. كل ما فعلتموه يعتبر خيانة في قانون وعرف كل بلد في العالم. الاحتلال أصبح اسمه ضيوف. التبديد وإهدار المال العام أصبح عندكم مساعدة للضيوف. بيع أصول البلد لوكلاء الأعداء أصبح عندكم استثمار. أي بلد في العالم لديها برلمان وجيش ومحكمة دستورية ونائب عام شعب، بجد مكانكم مش ممكن يكون موجود على كرسي. احنا لو عندنا رئيس ورئيس وزراء وحكومة وبرلمان ونواب للشعب عندهم ضمير، استحالة يكونوا دول موجودين على الكرسي في الوقت الحالي. مش ممكن. انتوا عايزين مننا ايه؟ مش لاقيه كلام اقوله بصراحة ربنا. حاجات كتير واحداث كتير. بصوا بقى، يعني اللي نختم بقى عشان نضحك من قلبنا. واحدة الكلبة بتاعتها ضاعت، دي اخر حاجة، دفع 2 مليون جنيه مكافأة للي يلاقي الكلبة بتاعتها. واحنا الشعب المصري اطفال ماتت عشان خاطر 100 جنيه في عمر الزهور 10 سنين و14 سنة. بيقولوا قال ايه الكلبة بتاعتها دي يعني هي كل حاجة في حياتها. طب ما تتبني لك 10 15 عيل من اللي بيموتوا على الطريق عشان خاطر 100 جنيه واعتبريهم اغلى حاجة في حياتك. ساعد الغارمين والغارمات اللي واخدين قروض من الدولة عشان يقدروا يعيشوا، بدل ما انت مربية كلبة. وفي الاخر عارضة 2 مليون جنيه للي يلاقي الكلبة بتاعتها. يا رب الاقيها عشان اروح واخد ال 2 مليون جنيه. شفتوا مسخرة اكتر من كده؟ شفتوا قلة ادب اكتر من كده؟ 2 مليون جنيه مكافأة علشان خاطر الكلبة بوسي ولا كلبة مش عارفة ايه ضايعة. لما هي بس بتتبرع ب 2 مليون جنيه علشان خاطر الكلبة اللي يلاقي الكلبة. هي عندها كام؟ عندها فلوس قد ايه؟ وبتصرف قد ايه؟ بتدفع ايجار كام؟ بتدفع مثلا خدمة كام؟ السفراجي بياخد كام؟ الطباخ بياخد كام؟ اللي بيخدمها بياخد كام؟ هي عايشة ازاي؟ كفاية استخفاف بالناس. كفاية عمرو أديب وأحمد موسى وكافة الإعلاميين اللي موجودين في الوقت الحالي، اللي موجودين على الساحة. كفاية استخفاف بالناس. انتوا بتستخفوا بينا، بتستخفوا بالشعب المصري. لا، ما تستخفوش بيه. ان شاء الله ان شاء الله فرج قريب. وادعوا لي يا رب الاقي الكلبة اللي ضاعت عشان خاطر اروح اخد ال 2 مليون جنيه. بس حد يقول لي في التعليقات هي ضاعت فين حته، عشان لحد دلوقتي انا قريت البوست كده في السريع. يعني مكافأة 2 مليون جنيه علشان خاطر فيه كلبة ضايعة. مكافأة للي يلاقي الكلبة، اللي يلاقي شحيبر ولا يلاقي انا عارفة كانوا بيسموه ايه، انا معرفش في اسماء الكلاب. يعني اللي بيربي كلاب ده انا معرفش بيسميها ايه بصراحة. انا كان عندي قطة كنت مسميها كوكي، لكن انا مش عارفه. اللي يلاقي الكلب يا جماعه وقولوا لي هو ضاع فين حته عشان اروح ادور. هنزل دلوقتي ادور عشان الاقيه، عشان اخد المكافاه 2 مليون جنيه. انا مش فاهمه يا جماعه. لما ادفع 2 مليون جنيه في كلبه، امال اللي ابنه بيضيع، اللي ابنه بيغرق، اللي ابنه ماتوا على الطريق 18 شاب
وبنت عشان خاطر 100 جنيه. اللي بيروحوا الساحل الشمالي ده 100,000 جنيه دي في اليوم. ده انا شفت فيديو بيجيب كيس الشيبسي، في كيس شيبسي كده بقرمشات ب 500 جنيه. مش عارفه اقول ايه. لكن الله يا مصر، الشعب المصري ده ليه ربنا سبحانه وتعالى. لنا الله لنا الله لنا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. ابعدوا عن الشعب المصري. الشعب المصري لو فاض بيه. ومصطفى بكري كنت فاكره، كنت شفتي برضو حلقه كده لمصطفى بكري بيعمل ترهيب، كارت ترهيب للشعب المصري. بتعمل كارت ترهيب للشعب المصري ليه؟ احنا مش هنسكت، احنا الخراب ومش عارفه ايه. 2011 مش هتكرر تاني. هو حد قالك ان احنا هنقوم بثوره ولا حاجه؟ احنا بنخاف على البلد وعلى مقدرات البلد وعلى مؤسسات البلد. الدور والباقي عمالين يفرطوا في مقدرات واساسيات البلد. احنا هنبيع الجنسيه المصريه بتاعتنا للامارات، هنبيعها خلاص. هنبقى من الامارات. يعني اللي هيكلمني هيقول لي انت مصريه، لا هقول انا من الامارات. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده ودي حلقتنا النهارده. يا ريت اللي يشوف الفيديو يعملوا شير كتير، لان في موضوعات كتير وكلام كتير. والله انا اليومين اللي فاتوا برضو كانت نفسيتي وحشه جدا، مش قادره اقعد قدام التليفون ومش قادره اصور ومش قادره اتكلم. فعلا انا حزينه على الام. ربنا يجعلهم في ميزان حسناتك انت ووالدهم، وياخدوا بايدك للجنه ان شاء الله، انا وانتي وأمة محمد أجمعين يا رب. نكون هم يقابلونا وإحنا داخلين على الجنة، ياخدوا بإيديكي للجنة إن شاء الله. ربنا يصبر قلبك وربنا يبرد نارك. مش عارفة أقول ربنا يعوض عليكي ولا أقولك إيه. أنا حاسة بيكي والله، رحمة الله عليهم. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت اللي يشوف الفيديو يعمل لنا لايك كتير وشير كتير عشان خاطر ريتش القناه يعلى. اخواتي وحبايبي ومتابعيني، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا ليكم والسلام عليكم.